يا مساء السعادة، مساء الجمال. يوم جديد من أيام رمضان، ربنا يجعلها أيام خير وبركة يا رب. النهاردة كده هنعمل بقى العصير بتاعنا، وبما إني في أول رمضان كده فبحب أبقى كام يوم ورا بعض كده فيهم بلح، لأن البلح بيبقى وحشنا غير الحاجات التانية الكتير اللي احنا ممكن نشربها في أي وقت. لكن البلح بالذات يعني من الحاجات المرتبطة عندي، أو الخشاف مرتبط عندي برمضان قوي. فهنعمل كده شوية البلح بتوعنا كده يعني. المهم انا بوريكم ان البلح اللي انا مكسراه بمسكه واشطفه بميه وادعكه كده كويس عشان خاطر التراب وعشان خاطر كده، واشطفه وبعد كده احطه في البرطمان بتاعي او الشفشة او ايا كان اللي هنستخدمه بقى. تنسوش بقى تصلوا على الرسول وتعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لي كومنت حلو لو يعني على اي حاجة انتوا عايزين تسألوها في الفيديو. خلاص النهاردة هنعمل الفراخ بتاعتنا، الفراخ البلدي، وهنعمل معاها رز، وهنعمل معاها شوية ملوخية اللي هو حاجة في السريع كده. حطينا البلح، هحط عليه قمر الدين، احط عليه الحاجات بقى بتاع الخشاف. خلاص وبس، واحط الميه واركنه. بيتركن بقى 6 ساعات، زي ما تركنيه يعني. زبيب وقراصية وتين ومشمش دول الحاجات الأساسية بتاعته، قمر الدين طبعا والبلح. بحط كل الميكس ده مع بعضه كده بيديكي طعم في الآخر رهيب، غير البلح لوحده لو بتعملي بلح بس، غير لو بتعملي بلح وقمر الدين، غير لو بتعملي قمر الدين لوحده بس كده يعني مختلف. حطيت المية عليه هركنه وانا عايزة انام، انا معرفش فيه ايه، صداع رهيب. أه وعايزة انام، محتاجة اشرب كوباية شاي تقيلة جدا عشان تظبط لي دماغي ده. نجيب بقى بصلاية حلوة، نحط عليها شوية ملح وشوية فلفل، ودي اساسية في كل الطيور يعني. يمكن امبارح عملتها في البط وانا بعملها في كل الطيور. النهاردة اقول لكم انا عملت ايه وغلطت في ايه. خلاص انا بعمل فراخ بلدي، فالفراخ البلدي انا كنت عاملاها قبل كده وكان عمر 3 شهور. فلما حشيتها خدت مثلا 45 دقيقة على البوتاجاز بالظبط، طلعت مستوية جدا مظبوط سواها. الفراخ صغيرة في السن، دي كده سن 6 شهور. فسن 6 شهور دي مفروض ان هي ما تتحشيش، لان هي يعني ايه خدت وقت في السوا، مش زي الصغيرة. المهم انا بدعكها بالبصل كويس. فاللي عنده فراخ عدت ال6 شهور اعملوها من غير حشو، هتبقى احلى بكتير. خلاص، لان الفراخ لما بتبقى صغيرة بتتحشي بتبقى احسن، بتستوي بسرعة يعني. 45 دقيقة دي بتستوي فيها. المهم ان انا دعكت الفراخ من تحت الجلد ومن فوق الجلد ومن كل الجناب، جوه وبره وكده، وركنتهم على جنب. وابتديت اعمل الرز اللي انا هحشي بيه الفراخ. نجيب معلقة سمنة بلدي، خلاص، وابتدي احمر فيها الكبد والقوانص. الاول احط القوانص، اول ما تتشوح واحس ان هي خلاص ما بتنزلش ميتها انزل الكبده عليها. صلوا على الرسول يا جماعه، وقولوا لنا كده انتوا فطرتوا ايه عشان تدونا افكار يعني اعمل ايه الايام الجايه بقى وكده يعني. عندي عزومه بكره، فربنا يا رب ييسر كده ويعني يا رب، واعملها واصورها عشان انا ممكن ما اصورش، كسل وحش برضه. قولوا لنا متابعين ايه من مسلسلات رمضان بقى والبرامج وكده، مين بيسمع رامز ومين بيسمع محمد رمضان ومين ما بيسمعهمش اساسا، مكبر دماغه كده زي حالتي. يعني انا عارفه ان في برامج، لكن وقت يعني اكيد مش هتفرج وانا بفطر على حاجه مش حلو، مش مستحب. يعني الاكل له احترامه وكده، ان احنا المفروض نقعد ما نشوفش حاجه. هنا كده حمرت الكبد انا حمرت القوانص وركنتها على جنب ونزلت عليها بالكبد. خلاص بعد كده هنزل عليهم بقى ايه، شويه الدهان ده بالبصل اللي انا هستخدمه في الوصفه. طبعا الحله اتحرقت مني يعني من كتر اللي هي الكبد والقوانص بينزلوا السوائل بتاعتهم فبتنشف في قعر الحله. انا بقى هنا نزلت بالبصل لحد ما ياخد لون. صلوا على الرسول يا جماعه، لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. خلوا دايما رمضان، يعني انا عامله رمضان ان شاء الله باذن الله كده ان انا اطلع منه حاجه تانية. عندي رصيد مثلا اتكتب في الحسنات بتاعتنا، قراءة قرآن، صلاة، دعاء، ذكر الله دايما.
ده الرز انا عامله الفرخه بتاخد تقريبا 100 جرام 125 جرام كده، يعني مش اكتر من كده. نقلب بقى البصله مع الحاجات دي، ونشوف بقى نحط لها ايه تاني. اول ما احس البصله خدت لون ننزل عليها بقى بالرز، وبعد ما انزل بالرز انزل بالتوابل بقى، ملح وفلفل وسبع بهارات وسنه قرفه. القرفه مهمه جدا، بتنقلك طعم الحشوه، يا لهوي فظيعه. الحله طارت الحله طارت مني على البوتاجاز. صايمين بقى يا جماعه. انزل بقى بالكبد والقوانص تاني، اقلبهم بقى. الطريقه دي بتخليهم مش زفرين، يعني الناس اللي بتعمل الوصفه دي هتفهم من قصدي ايه، لان الدم وكده بيخلي الحاجه زفره لما تبقى نيه، فاحنا كده بتخليهم مش زفرين. هنا القرفه كنت نسيت احطها، ابتدي اقلبهم بقى وازود ميه. اولا انتي لو فراخ 3 شهور بتطيبي بنسبه 70%. خلاص. ده لو فراخ 3 شهور. لو فراخ اكبر شويه بتبقى نسبه السوا حوالي 50% بتاع الرز، عشان خاطر الرز يستوي منك ويبقى ايه، يبقى مفلفل وكويس وكده. فانتي حاولي اظبطي مقدار السوا. نخلصنا كده نسيب بقى الرز لحد ما يستوي، ونبتدي ايه، نفضيه في طبق عشان يتهوى. المهم بقى ان احنا ايه، الرز ده لازم يبرد خالص، عشان ما ينفعش تحشي لا فراخ ولا حمام ولا اي حاجه بتتحشي والرز سخن. انسي، الرز مش هيطلع حلو معاكي. لازم تبرد، بيهري الجلد، ما تعرفيش فيه ايه. فانتي بتحشي الحاجه وعشان ما يبقاش متعجن. هنا الرز شوفوا مفلفل ازاي وناقص سوا. هسيبه يبرد خالص تحت مروحه بقى، اتصرفي بره دي الاخر. احشي بيه الفراخ وخيطيها زي ما عملت، عشان خيطتها يا جماعه. انا جيت في الاخر كده وخيطت الفرخه التانية ديك، لكن اللي هي دي لا، عشان دي اتقفلت، لكن التانية مش. كان الراجل عاملها قوي، فتحها قوي، فالرز هيدلق. يعني دي كده مظبوطه، لكن التانية بقى كان ايه، ونحشة الرقبه عملتها معامله الحمام عشان هي كان حجمها صغير. دي يا جماعه الفراخ اللي فضل، يعني دول بس اللي عاشوا من فراخي. كان عندي 12، 2 عاشوا ديك وفرخه، وال10 فرخات التانيين ماتوا الله يرحمهم. الناس اللي مش متابعه، انا كنت منزلهم فيديوهات بقى مصوراهم وهم بيبي كده، كنت جايباهم كتاكيت صغيره. هنا الحله بقى بتاعتنا، اول ما تغلي هنزل فيها بالفرختين ورز الديك. تصدقوا بالله نسيت اكلها الراس دي. هنا كده كام بصلايه صغيرين خالص. احط بقى الورق اللوري والحبهان وشويه فلفل اسمر وشويه سبع بهارات، حبه ملح حلوين، حقيقة الشوربه، واسيبهم بقى من اول ما تبدا تغلي. انا سبتهم تقريبا ساعه. خلاص، عشان خاطر لو صغيرين هيبقى مثلا ساعه الا ربع. لو كل ما تكبر يعني الفراخ تكبر في السن، كل ما بتسيبي الوقت تقعد اكتر على البوتاجاز. نغطيها بقى ونسيبها تغلي بقى وتقلب وتاخد وتدي مع نفسها. هنعمل بقى الرز بشعرية، ده من الحاجات الجميلة. اولا انا بعمل رز بالزبدة النيوزيلندي، بحبها بصراحة، يعني اكتر من البلدي كمان بتبقى حلوة. البلدي حلو بس النيوزيلندي كمان جميلة. اي نعم الكيلو بتاعها عدى، يعني بكم هقولك انا، ب460 جنيه. انتوا متخيلين؟ نحط بقى ربع كيلو شعرية، 3 كوبايات دول ربع كيلو شعرية، وحط نص كيلو رز. دول كده حلوين اول 5 افراد، يعني كمية محترمة ل5 افراد ويفيد منها كمان. حمر الشعرية بتاعتنا وننزل عليها ايه بحبة الرز كده اللي احنا نغسلهم. خلاص، ونحط الزيت بتاعه. وانا هحط شوربة النهاردة، مع اني من الناس اللي مش بحب الرز بالشوربة. يا جماعة رمضان بيجري. هتبصوا تلاقوا الايام، يعني النهارده 2، كمان كام يوم هنبص نلاقي وصلنا ل20. متعرفوش ازاي، هو شهر كده بنبص نلاقي الايام جريت فيه وما نحسناش بيها.
خاصة بعد اول اسبوع مثلا، يعني نعدي اسبوع نلاقي نفسنا ما حسناش ببقية الاسابيع. هنا كده اول رز ما يتعمل ابتدي احط عليه 7 بهارات، واحط سنة فلفل اسمر، واحط الشوربة. انا بحط سنة 7 بهارات ليه؟ لان انا ما كترتهاش في الشوربة عشان الشوربة ما تغمقش، فحبيت ان انا اكترها هنا. يا جماعة الاكل ده مدارس، فكل حد بيحب يعمل اللي هو على مزاجه. بصوا شكل شوربة لسان عصفور، خدتوا بالكوا بقى في حبايه، واحدة حبهان وقعت هنا او اتنين عشان طلعتهم كانوا على وش الرز كده، طلعتهم او قبل ما اغرف الاكل. بس كده نقلنا الرز بقى، نطلع الفراخ من الشوربة، ندهن الصينية دي زيت ونحط فيها الفراخ، ونشوف بقى هنحمر ازاي. اولا انا دخلتها الفرن، مرضتش احمر على البوتاجاز عشان الطشطشه بقى والطرطشه والحاجات الغريبه دي. هعمل ايه؟ هعمل الخلطه اللي عملتها للبط، اللي هي معلقتين صلصه، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، شويه 7 بهارات، وهحط عليهم كمان معلقتين زيت. والنهارده جودت شويه، زودت ايه، شعرة بودرة زعفران. خلاص قلبتهم مع بعض كويس جدا، وابتديت ادهن بيهم الفرخه. خلاص انا بقى ايه اهم، هنا كده كنت بقلبهم. انا كنت بوريهم لكم بس كان ما ظهرش يعني الحاجات كلها. المهم بقى نمسك بقى ندهن الفرختين كده دهنه محترمه، ونبتدي ايه ندخلهم الفرن يتحمروا. شفتوا؟ اديله ادي بقى، شايفين الجمال؟ اصلا لونها اول ما بتدهن كده بالصلصه دي بتبقى تحفه. عايزه اشتري فرن خبيث عشان خاطر بيحمر الحاجه اسرع من فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز بقى صعب قوي، بحس ان هو ما بيسويش الحاجه. المهم ان الفراخ دخلت الفرن بقى، ونبتدي نعمل ملوخيه. الملوخيه نحط حته دهنه، ونحط معاها توم بكزبره. خلاص احنا بنجيب التوم ندقه ونجيب معاه الكزبره. التوم يا جماعه الموسم بتاعه طلع، هو دلوقتي ب20 جنيه في اماكن، وشوفته في مكان ب10، بس للاسف كنت في العربيه فما عرفتش اشتري. فالتوم الموسم بتاعه خلاص الشهر ده. هنا كده دقيت كزبره مع التوم، ونزلت على الدهن بتاعنا او السمنه البلدي، اي حاجه انتي بتحبي تعملي بيها، بس زيت لا، الملوخيه بتبقى وحشه جدا بالزيت. يعني يا سمنه بلدي يا دهن، يا اما حته ليا، لكن زيت لا، الزيت مش حلو خالص. فهنا كده نحط عليها بقى احط عليها الشوربه بقى بتاعتنا اول التومه ما تحمر. يعني اول التومه بتاعتي ما تحمر كده ابتدي انزل عليها ايه بالشوربه اللي انا هستخدمها. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش الاشتراك بقى وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو كده عشان يجيكي اشعار بقى من بكل الفيديوهات اللي هنزلها. انزل عليهم بالشوربه، وبعد كده احط الملوخيه اول ما تغلي. بصوا انا ضرب الملوخيه في الخلاط يا جماعه، وبتطلع جميله. يعني بصوا تحفه. ولو الكبه بتاعتك حاميه اعمليها في الكبه، ولو شلتيها في الفريزر طلعيها، شيليها ورق وطلعيها كسريها في الكبه واعملي بيها الملوخيه. بصوا في كل الطرق دي سهله وجميله قوي. هنا كده الملوخيه بتاعتنا اتعملت، نبتدي نغرف العصير بقى. احلى حاجه، احلى مرحله دي بحبها. فهنا كده الاذان ادن، وحد من الولاد ايه قال لي هاخد الكوبايه وبعد كده ارجع حطها تاني. لا خلاص مش واخدها. المهم يا جماعه ان احنا نصب العصير بتاعنا، ونبتدي بقى ايه نشوف الحاجات اللي ناقصه بقى عندنا. لسان عصفور، الملوخيه، هتلاقوا بقى الرز والفراخ كمان هيظبطوا الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، وفي رمضان دايما مجبورين الخاطر، وربنا ما يكسفش حد ده رب قدام ولاده ابدا، ولا يخلي حد محتاج حاجه يا رب. يجعل بيوتنا كلها عمرانه بالخير. يا جماعه سفره رمضان محدش بياكل، فدايما ما تكتروش في الاكل. يعني انا دايما بحاول ما اكترش عشان الكميات الكتيره بتقعد، ومحدش بياكل الاكل بايت، ولو كلوه بيبقوا متضررين. فنخلي بالنا من النقطه دي كده، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد ان شاء الله. بصوا الفراخ متحمره ازاي. باي.